ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو نصلي بينا على النبي في التعليقات، وما ننساش نصلي بينا على النبي عشان النهاردة هنعمل أكلة جميلة جدا 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 مع بعض وكلنا بنحبها. وبصوا هتبقى سهلة وجميلة جدا جدا جدا. هي اكيد باينة من الفيديو انا عاملة ايه. هنعمل مكرونة بشاميل وهنعمل بانيه. انا ولادي بيحبوه بالكاتشب فحطيت جنبيه كاتشب. يلا بينا مع بعضينا نشوف الطريقة. انا جبت 4 بصلات وقطعتهم وحطيتهم في الكبة وهضربهم ناعم 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 جدا، وهحط معاهم طماطمايه تتضرب عشان خاطر البانيه. انا كمية البصل ديت عاملاها للبشاميل والمكرونة يعني البشاميل، وعاملاها للبانيه. وحطيت الطماطمايه تتضرب مع البصل، وهنا كنت غاسلة البانيه كويس جدا 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 جدا، وهنزل عليه بالبصل والطماطم. وهنا انا ما بستخدمش غير ملح وفلفل اسود بس، دي البهارات اللي انا بستخدمها في البانيه. وحطيت الفلفل الاسود والملح واقلبهم كويس جدا 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 مع بعض عشان يتشربوا كده من بعض، والبانيه يشرب مية البصل ويشرب الطماطم ويشرب التوابل اللي انا حطيتها. هنا بخلطهم مع بعض. انتي عايزة تحطي اي بهارات تانية زيادة عادي براحتك، يعني حسب الرغبة. انا هنا مش بستخدم غير ملح وفلفل اسود. فضلت اقلب فيهم كده كويس عشان يتشربوا من بعضيهم. وهنا كنت خلصت هشيلهم وهبتدي اعصج اللحمة. هنا انا حطيت البصل الاول ياخد الصدمة وبقلبه كويس، وهنزل عليه باللحمة المفرومة اقلبهم برضو كويس. هنا ممكن تستخدمي الهراسة بتاعت البطاطس علشان اللحمة تفك. انا هنا كنت مستخدمة المعلقة، كنت بفك في اللحمة وبقلب فيها كويس. وهنا يا اخواتي مش عايزة اقول لكم الريحة اللي كانت طالعة كانت جميلة جدا. وهنا نزلت كان عندي في الفريزر فلفل الوان ونزلت عليه بالزيتون، وبرضو استخدمت الملح والفلفل الاسود والكزبرة حطيتها بس حطيتهاش في الفيديو، نسيت احطها في الفيديو. وهقلبهم كويس مع بعض والريحة طالعة جميلة جدا 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 جدا. وهنا كانت اللحمة استوت خلاص. وهنا كنت بعمل المكرونة هنا استخدمت حوالي كيسين، كيس منهم نص كيلو، يعني كيلو مكرونة. وفي حلة هنا نزلت بشوية زيت ومعلقة سمنة صغيرة هنا عشان نعمل البشاميل. الزيت يسخن كويس ونزلت عليه بالدقيق وهقلبه لحد لما يتحمص ويشرب من السمنة والزيت اللي انا استخدمتهم. هقلبه لحد لما ريحته تطلع. بعد كده هنزل عليه باللبن، وهفضل اقلب فيه كويس جدا 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 عشان ما يكلكعش. لازم نفضل نقلب فيه ايدينا باستمرار فيه، نقلب عشان ما يكلكعش مننا. وهنزل عليه بمعلقة فلفل اسود والمرقة. انا بحب استخدم واحدة ماجي، ولو في عندك فلفل اسود او فلفل ابيض هو الافضل يعني فلفل ابيض، بس انا ما كانش عندي فلفل ابيض فاستخدمت هنا الفلفل الاسود. وهقلب فيه عشان ما يكلكعش لحد لما قوام يتقل معايا.
ويوصل للقوام اللي انا عايزاه. وكان عندي شوية جبن نزلت بيها، وهي كانت عبارة عن جبنة موتزاريلا وجبنة رومي كانوا عندي. ولو عندك جبنة بريزيدون او اي انواع جبن انتي حباها ممكن تحطيها، بيدي طعم ونكهة جميلة جدا جدا للبشاميل، وبيديله كمان قيمة غذائية. وجبت هنا صينية ونزلت بيها، ده القوام بتاع البشاميل اللي انا حبيته يعني، ونزلت بيه بمعلقة بشاميل عشان المكرونة ما تلزقش. وهحط المكرونة بشكل عشوائي، هرصها بشكل عشوائي، ونزلت عليهم باللحمة المعصجة، وحطيت عليها من فوق كده رشة جبنة موتزاريلا، وهغطيها بالمكرونة والبشاميل. هنا رصيت المكرونة بشكل عشوائي، وهنا كانت الصينية خلاص خلصت وحطيتها في الفرن. وهنا في طاسة حمرت البانيه بتاعي. ودي كانت النتيجة، وألف هنا وشفا على قلوبكم.